اهلا وسهلا بكم جميعا في المراجعه المنتظره، مراجعه روايه ياسمين العوده للكاتبه خوله حمدي، واللي بتعتبر الجزء الثاني من روايه غربه الياسمين. الحقيقه يا شباب ان مراجعه روايه ياسمين العوده كانت جاهزه عندي بقالها فتره، والريفيو كان مكتوب وكان جاهز عندي بقاله فتره، ولكن ما كانش متصور، وقررت ان انا اصوره دلوقتي واتكلم عنه دلوقتي لسببين مهمين جدا. اول سبب هو ان انا عملت ريفيو مفصل عن الجزء الاولاني اللي كان بيحمل اسم غربه الياسمين، وكان بصراحه فيديو حلو جدا والناس كان حباه جدا وكانت معجبه بالعمل وبالريفيو جدا. دي اول نقطه. تاني نقطه ان الجزء الثالث من القصه دي نازل في معرض الكتاب 2023 ويحمل اسم ياسمين ابيض. زي ما انتم شايفين دلوقتي العدد الثالث او القصه الثالثه او الجزء الثالث من السلسله دي بتاعت غربه الياسمين، ياسمين العوده، وبعد كده ياسمين ابيض، نازله في معرض الكتاب. مفيش وقت انسب من ده اجي واتكلم معاكم فيه عن مراجعه روايه ياسمين العوده، الجزء الثاني من روايه غربه الياسمين. صديقي العزيز، قبل ما نكمل مع بعض الريفيو ما تنساش انك انت تعمل سبسكرايب للشانل ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جايه، سواء كانت مراجعات او ترشيحات او نصايح لمعرض الكتاب، بما ان معرض الكتاب خلاص على الابواب وفاضل عليه اقل من 10 ايام. يلا بينا نكمل المراجعه. طيب، اول حاجه انا حابب ان انا اقولها ان انا كان عندي احساس متناقض وغريب جدا وانا بقرا الروايه دي، ما بين الاعجاب بالعمل والاحباط بمحتوى العمل. وده لان انا واحد من الناس اللي بتحب اعمال الكاتبه والدكتوره خوله حمدي بشكل كبير جدا جدا جدا، ومتابع جيد لاغلب اعمالها ان ما كانش كل اعمالها اساسا، حتى وان لم اجد الفرصه الكافيه اني اصور ريفيو واني اكتب ريفيو عن الاعمال اللي انا قراتها للكاتبه خوله حمدي، ولكن انا متابع جيد وقارئ جيد جدا 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 لكتابات الكاتبه. علشان كده انا بقول ان انا عندي حاله اعجاب واحباط في نفس الوقت، لان على قد ما انا معجب بالعمل وعجبني العمل وعجبني اللي موجود واللي مكتوب جوه العمل، ولكن في نفس الوقت انا عندي الكثير والكثير من الملاحظات. لكن يا صديقي العزيز بلاش ننط وخلينا مع بعض نقعد كده نرسى شويه ونفكر ونتناقش، والاول نتكلم شويه عن القصه قبل ما نبتدي نتكلم في الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش. ياسمين العوده يعتبر الجزء الثاني من العمل الاول اللي كان بيحمل اسم غربه الياسمين، والعمل اللي هو ياسمين العوده بيبتدي من نقطه انتهاء روايه غربه الياسمين اللي كانت نهايه مفتوحه جدا: خروج عمر من السجن، رجوع رنيم لمصر، تأقلم الشخصيات مع الحياه بقى الواقعيه بعد الاحداث والمعمعه وكل اللي حصل ده ما خلاص حصل وخلص، وكل الشخصيات دلوقتي بتحاول انها تعيش نورمال لايف او بتحاول انها تعيش حياه واقعيه وحياه عاديه وحياه هاديه بعد كل القلق الكتير وكل الضرب اللي كان موجود كتير قوي في غربه الياسمين. دخلنا في جزء جديد من القصه خلى الكاتبه تحاول انها تتوسع شويه في الاحداث، ده شيء اكيد، وكمان تتوسع في الشخصيات. فاحنا عندنا الشخصيات الاساسيه اللي هي يا رنيم وعمر وهيثم وطبعا ياسمين، وزاد عليهم كمان شخصيات اخرى زي شخصية آية خطيبة عمر، أو شخصية سكينة أو سكينة اللي كانت العضو الجديد في الغرفة 404، أو حتى أخت رنيم اللي جت من مصر علشان تقيم معاها في فرنسا بعد ما قررت رنيم مرة واحدة إنها ترجع فرنسا مرة أخرى علشان تحاول إنها تباشر عملها بشكل طبيعي. في بداية الرواية وداخل السياق اللي الكاتبة بتحاول انها تربط بيه احداث غربة الياسمين بياسمين العودة، بنلاقي ان الكاتبة خوله حمدي بتدينا بريف سريع وسلس جدا جدا وسهل جدا جدا للاحداث الاساسية والاحداث المهمة اللي حصلت معانا في الجزء الاول اللي كان بيحمل اسم غربة الياسمين. وبصراحة اللي الكاتبة عملته ده حسسني ان ممكن بعض القراء ما تحتاجش اصلا انها تقرا غربة الياسمين علشان تبتدي تقرا ياسمين العودة، ولكن صديقي العزيز انت لو عملت كده هيفوتك كم من الجمال والإبداع وكم من المشاعر الغريبة والجميلة والحزينة والسعيدة اللي هتحس بيها وهتمر بيها وانت بتقرأ رواية غربة الياسمين. علشان كده يا صديقي العزيز اقدر اقولك ان ربط الاحداث القديم بالجديد كان حلو جدا جدا جدا، وكان في منتهى السلاسة ومنتهى الجمال ومنتهى البساطة. لا وكمان وخد بالك من اللي جاية، ربط الجديد من الاحداث بالجديد في الاحداث اللي لسه هتحصل كمان قدام كان حلو جدا جدا جدا، والكاتبة كانت فعلا بتحضر للاحداث بشكل حلو قوي وبشكل متقن جدا جدا جدا. فبنشوف مراحل التطور بتاعت ياسمين وهيثم من خطوبة لزواج، ثم من زواج لإنجاب، وبعد كده عمر، بعد كده خطبة عمر من آية، وبعد كده مشاركة عمر وهيثم لبعض في مشروع واحد للعمل مع بعض.
ده غير كمان الاحداث اللي كانت بتحصل. اصل افهم يا صديقي، اللي حصل كان كالتالي: ياسمين وهيثم اتجوزوا، بعد ما اتجوزوا بفتره خلفوا. طول الفترة دي وطول تقديم الأحداث وربط القديم بالجديد كانت من أكتر الحاجات اللي كانت حلوة جدا وكانت مدهشة، هو الإحساس الغريب اللي كان موجود بعد ما كلهم فجأة أصبحوا أصدقاء. فهيثم ورنيم وعمر وياسمين في لقطة وفي لحظة معينة في بداية الرواية كانوا الأربعة قاعدين مع بعض على ترابيزة واحدة، وياسمين كانت معجبة بعمر، وعمر كان معجب برنيم، وهيثم بيحب فتخيل اللي كان بيحصل، وازاي الكاتبة ربطت لي كل الشخصيات مع بعض. بعد كده بدأت تطلع لي فروع صغيرة، كل فرع رايح لشخصية من الشخصيات دي عشان ياخد حبكته وياخد طريقه وياخد سكته في القصة بشكل حلو جدا ومرتب ومحكم. والحقيقة يا صديقي العزيز ان الكاتبة خوله حمدي حقيقي عندها القدرة، كتاباتها عندها القدرة انها تحرك مشاعر القارئ بشكل كبير قوي. عندها قدرة غريبة وقدرة سحرية على نقل المشاعر من الورق لقلبك لعقلك لكيانك كله. وطبعا اكيد بما ان ده عمل من اعمال الدكتورة خوله حمدي فلازم العمل يكون بيناقش قضية. فهتلاقي ان العمل ده بيتكلم على حاجات كتير زي آلام الحياة، زي المعافرة للنجاح. هتلاقيه مثلا بيتكلم على العنصرية، على وحشة الغربة، قد ايه الغربة دي شيء سيء جدا، التمسك بالدين بالعادات بالتقاليد، واخيرا القضية الفلسطينية اللي كانت الرواية مهتمة قوي 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 بانها تتك على النقطة دي، نقطة القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية للفلسطينيين في بلاد المهجر. علشان كده يا صديقي العزيز الرواية زي ما كانت حلوة جدا 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 في ايضاح وايصال المشاعر، وزي ما كانت الرواية قوية جدا في انها تعبر لي عن احساس الشخصيات، او الكاتبة كانت رائعة وكانت ممتازة في انها توصل لي احساس الشخصيات، زي ما الرواية كان فيها بعض الاجزاء اللي كانت حقيقي مؤلمة جدا وحقيقي كانت توجع. وكعادة الدكتورة خوله حمدي لازم تخلي على الاقل عينيك تدمع في جزء من الرواية، ده شيء اساسي، ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. تطور الاحداث جوه الرواية كان بطيء شوية، يعني كان ابطأ من غربة الياسمين على الاقل في التلت الاولاني من العمل، اللي هو عامة ما يعتبرش جزء صغير لان الرواية 541 صفحة، فالتلت ده رقم كبير. لكن من بعد التلت ده او من بعد النص لا، في احداث كتير قوي 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 قوي، وده لان الرواية خدتنا في بلدان كتير باحداث مختلفة ما بين فرنسا والمغرب وتونس والجزائر ومصر، 5 بلدان. فانت بتتنقل داخل الرواية جوه 5 بلدان، كل بلد بيحصل فيها احداث، وفلسطين كمان خد بالك، وكمان في فلسطين، يعني كل ده وفي فلسطين، فانت بتتكلم في 6 دول، كل دولة بيحصل جواها احداث، وكل دولة فيها شخصيات، وكل دولة مترابطة شخصياتها مع الشخصيات الاساسية مع تقديم شخصيات جديدة باحداث جديدة. علشان كده من اول النص التاني من العمل هتلاقي ان الكاتبة تركيزها على القضية الفلسطينية بدأ يزيد شوية عن النص الاولاني، وازاي فكرة نصرة القضية الفلسطينية بدأت تختلف وتتغير وتتطور عن زمان. وهنا يا صديقي اقدر اقولك ان عمر خطب في الرواية، وخطب بنت فلسطينية اسمها آية، وفي الجلسة بتاعت الخطبة آية كانت بتتكلم مع عمر وكانت بتحكي له عن مفتاح العودة، المفتاح اللي بيحمله الفلسطينيين اللي بيكون معاهم لأبواب دور بيوتهم أو أبواب دورهم في فلسطين، على أمل العودة مرة أخرى والإبقاء على المفتاح كنوع أو كدليل أو كريفرنس أو كإحساس ليهم إن هم أكيد راجعين إن شاء الله بإذن الله إلى أراضيهم مرة أخرى. ومن هنا بيتم تقديم كونسبت بتاع المفتاح والعودة، ومن هنا جه اسم الرواية ياسمين العودة. الرواية يا صديقي العزيز رغم انها عجبتني زي ما قلت، الا ان انا حسيت ان فيها بعض الاجزاء او بعض المناطق او بعض الاحداث اللي كان فيها سوء ترتيب شوية. حسيت ان الكاتبة خوله حمدي كان ممكن تتقل على العمل ده وينزل في 22 مثلا، وفي التوقيت ده ينزل بشكل ممكن يكون مرتب شوية اكتر من كده. وانا بقولك الكلام ده ليه؟ بقولك الكلام ده لان انا حسيت ان النص الاولاني او التلت الاولاني من الرواية كان بطيء،
احداثه كانت بطيئة، ترتيب احداثه كان محسسني ببطء غريب موجود جوه العمل. النص التاني كان سريع جدا، عمالين ننط من موقف لموقف ومن بلد لبلد ومن حوار لحوار ومن شخصية لشخصية ومن نقطة لنقطة، فالتنقل الكتير خلى الرواية تبقى أسرع بشكل حسيت إن أنا فيه عايز أقول لا ستوب، واحدة واحدة. ما هو احنا ما ينفعش يعني نبقى بطاء قوي يعني نبقى سرعة قوي، احنا عايزين نوسطن الدنيا علشان سرعة الرواية تكون معقولة انها تديني الفرصة اني اهضم واستمتع. دي الكاتبة خولة حمدي، الواحد بيحب يقرأ لها علشان يستمتع بجمال الكلام، يستمتع بالاحساس اللي موجود جوه الكلام، يستمتع بالروح اللي الكاتبة بتحب ان هي توصلها للقارئ واللي دايما بتنجح في ان هي توصلها. من الحاجات برضو اللي كانت بالنسبة لي غريبة جدا هو ان اسقاط القضية الفلسطينية او ادخال القضية الفلسطينية داخل العمل كان حلو جدا، ولكن كان في بعض المواقف وبعض الاحداث المعينة كان مقحم. حسيت ان انا غصب عني نوعا ما باخده بالمعلقة، ان شخصية عمر تحولت تحول درامي غريب جدا مش قادر افهمه، خلت الشخصية بتاعت عمر تكون شخصية مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة في غربة الياسمين، او على الاقل خلت الشخصية تكون مختلفة اختلاف كامل عن اللي كان المفروض تكون عليه شخصيته بعد احداث غربة الياسمين. شخصية ياسمين بقى مصرة على الفضيلة الكاملة اللي هي عليها، فالتطور اللي بالنسبة لي شفته في شخصية ياسمين كان في الحوار مش في المواقف، لان مواقف ياسمين ثابتة، هي كده سكة ماشية وعمر ماشي وانا كده اهو ماليش دعوة بحد انا كده. شخصية رنين بقى اكتر شخصية حسيت انها اتطورت من الشخصيات الاصلية ومن الشخصيات الاساسية اللي كانت موجودة ومكملة معانا من غربة الياسمين. ليه؟ لانها لسه مجنونة، لانها لسه اندفاعية، ولكن بدأنا نشوف جوانب مختلفة من شخصية رنيم، وبدأنا نشوف مواقف مختلفة عن اللي موجودة في غربة الياسمين، وبدأنا نشوف ليها معاملات وحوار ومواقف وحاجات كتيرة جدا غير اللي كانت موجودة في غربة الياسمين خالص. وده هو اللي احنا بنسميه تطور الشخصية، الكاركتر ديفلوبمنت، ودي حاجة انا شفتها بشكل حلو جدا وناجح جدا 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 مع شخصية رنيم. اما شخصية آية الخطيبة الفلسطينية لعمر فحسيت ان هي شخصية قوية قوي 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 قوي، لكن تم تقديمها بشكل ممكن يكون كان ضعيف شوية. يعني اكيد المرأة الفلسطينية ما اتعلمتش وما تعبتش في حياتها كل ده علشان في الاخر تقعد في البيت وتستنى ابن الحلال، وش مش ده اللي المرأة الفلسطينية بتعمله، اكيد مش ده اللي المرأة الفلسطينية بتعمله يعني. فانا حسيت ان هو نوعا ما ممكن يكون فيه ريبريزنتيشن ضعيف شوية للمرأة الفلسطينية، وفي نفس التوقيت هي الشخصية كانت قوية في نقطة واحدة مهمة قوي، انها تشجع عمر على اللي بيعمله، ويا ريتها ما عملت كده. دي اول نقطة. تاني نقطة ان هي كانت بتعرض لنا القضية الفلسطينية من وجهة نظرها كمواطن فلسطيني بشكل حلو جدا 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 جدا. طيب انا عارف ان انا ممكن اكون اتكلمت شوية في بعض الحاجات اللي ممكن تكون تبان انها مش حلوة، لكن الحقيقة ان الرواية فعلا ممتازة والرواية عجبتني جدا. يعني دي واحدة من الروايات القليلة اللي رغم ان انا لقيت فيها عيوب ورغم ان انا عندي بعض التحفظات او بعض الملاحظات عليها زي ما سمعتوا مني دلوقتي وزي ما شفتوا، الا اني ما عنديش اي مشكلة ان اقرا العمل ده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لسببين مهمين جدا. اول سبب ان القصة حلوة، لا والله هم مش سببين، هم اكتر من سبب، خلينا نعدهم مع بعض. اول سبب ان القصة حلوة جدا، ان كتابات دكتورة خولة حمدي مميزة، ان العمل مكتوب بشكل حلو جدا جدا جدا، ان المشاعر واصلالي بشكل ممتاز، وان دي دكتورة خولة حمدي. بصراحة انا مش هنكر ان انا بحب دكتورة خولة حمدي، ومش هنكر ان انا بحب اعمال دكتورة خولة حمدي. طيب يا صديقي العزيز، خليني دلوقتي اتكلم معاك عن اللغة داخل الرواية. اللغة داخل الرواية في السرد كانت بلغة عربية فصحى ممتازة وجيدة ومتقنة جدا 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 جدا، ولغة سليمة جدا.
اما الحوار فبرضه كان على نفس المستوى من الجودة والقوة والاتقان باللغة العربية الفصحى. فالسرد والحوار عندنا في العمل باللغة العربية الفصحى المتقنة والجيدة بشكل يفوق الوصف. الكاتبة خولة حمدي قدرت ان هي تتمكن من اساليب جديدة في السرد وفي الحوار علشان تطلع لي تشابك شخصيات وتشابك احداث في مناطق مختلفة وبلدان مختلفة، وربطها بالشخصيات الاساسية والشخصيات الجديدة بشكل حلو جدا 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 جدا. وطبعا كل ده في النهاية بيوصلنا نقطة مهمة جدا، وهي ان الرواية في الاخر طلعت لي مكتوبة بشكل جذاب جدا ومشوق جدا وحلو جدا، رغم ان في بعض الحاجات، رغم ان في بعض الملاحظات، الا انك في النهاية هتقف في حيرة ولكن لا تنكر اعجابك نهائي، مش هتقدر انك انت تنكر اعجابك بالعمل. وفي النهاية انا لازم اقول ان انا فعلا معجب جدا بالعمل ده، وان العمل ده ينصح بقراءته بشدة لكل الناس اللي بتحب اعمال الدكتورة خولة حمدي، ده اولا. ثانيا لكل الناس اللي ناوية انها تشتري ياسمين ابيض. وبس كده يا صديقي، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي بخصوص رواية ياسمين العودة للكاتبة خولة حمدي. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.